صباح او مساء الورد على حسب اسلوب الدليل. اهلا بيكم في قناتنا المتواضعه A to Z، بنتكلم في كل حاجه من الابره للصاروخ. حلقه النهارده هنتكلم عن الدارك ايجز او عصور الظلام في اوروبا، اللي كانت ساعتها اوروبا في عز الوحل، وكانت الكنيسه هي مسيطره على كل حاجه دينيا وسياسيا وكمان اخلاقيا. بداية حكايتنا هتكون سنة 1145 لما اتولد واحد فيها اسمه أولينو ديكونتي، وتعرف بعد كده باسم جريجوري التاسع. الراجل ده سنة 1231 تم إنشاء على إيده حاجة اسمها محاكم التفتيش. محاكم التفتيش دي كانت عبارة عن إنها بتحاكم أي حد من بيخالف تعليم الديانة الكاثوليكية أو من خصوم السياسة للحاكم، أو أي حد مش على هواه بمعنى صح، بمحاكمات كتيرة جدا، زي انها تتهمه بالسحر او تتهمه بالشعوذة او بالاخص تتهمه بالهرطقة. الهرطقة دي هنا معناها انها تغيير في اي عقيدة او منظومة عقائد مستقرة زي الدين مثلا، بيدخل عليها بعض المعتقدات الجديدة او انكار اجزاء منها. فسواء انت عملت اي حاجة من الحاجات دهيت بيجي لك حد يتقبض عليك، تحط قدام محاكم التفتيش، اللي هي بتكون قاضي من الكنيسة، ادعاء من الكنيسة، وانت يا عيني اللي بتدافع عن نفسك. انت مش بتدافع، انت بتحاول تنكر التهم الموجهة عليك، زي مثلا ان انت بتحاول تعمل انقلاب على الدولة، ان انت بتخالف الديانة المسيحية الكاثوليكية، او حتى بتحاول تعترض ديانة تانية زي الارثوذكسية في نفس المسيحية، او تكون يهودي، او حتى تكون مسلم. تحط قدام المحاكم دهيت وبيتقدم فيك أسوأ وأبشع وسائل التعذيب. انت بتحاول تنكر، هما برضو بيفضلوا معاك لحد لما تعترف. اعترفت برضو مش مشكلة، هيكملوا لحد لما تموت. هي الوسيلة هنا ان هما يقضوا عليك، مش ان انت تعترف او ان انت تنهار قدامهم. واستخدمت محاكم التفتيش دي برضو في فرنسا، لما حاكم فرنسا حس ان فرسان المعبد اللي اذاؤوا العرب الويل في الحروب الصليبيه، حسوا ان هم بقى ليهم شعبيه وقوه عليه، راح جاي ينصب لهم محاكم التفتيش واعتبرهم ان هم خصومه السياسيه، وبدا يجري وراهم واضطهادهم كليا وتقريبا قضى عليهم. نطلع بقى بالزمن ساعتها لسقوط الأندلس، وبالأخص سقوط قرطاج، لما أعلن السلطان محمد الصغير استسلامه للملك فرناندو والملكة إيزابيلا. وخرج المفروض ان هو خروج مخزي، وفي معاهده ما بينهم ان هم يسيبوا المسلمين اللي عايشين في قرطاجه ما يضطهدوهمش وما يحاولوش ينصروهم وي 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 وكذا بند، كلهم انتهكوا لمجرد خروج محمد الصغير وتسليمهم مفتاح المدينه. خرج محمد الصغير من قرطاجة، الملك فرناندو والملكة إيزابيلا عملوا حاجة اسمها ديوان التحقيق، اللي هي كانت ضرة محاكم التفتيش في أوروبا وفرنسا وي وي وي، وبدأوا إن هم يوصلوا لقمة وسائل التعذيب عندهم. تم استهداف المسلمين ساعتها ان هم يستنصروهم باللين بالكلام، ولما ما عرفوش خلوها بالقوه. اي واحد يتهم ان هو مسلم، او اي واحد يتشاف في بيته القران او بيصلي، ما بياكلش لحم خنزير، ما بيشربش خمره، تعالى يجي لك قوه من محاكم التفتيش يقبضوا عليك، تتحط قدام قاضي من الكنيسه، ادعاء من الكنيسه، تحت اسوأ وسائل التعذيب، علشان بس تحاول تدافع عن نفسك وتقول لهم ان انت مش مسلم. في مسلمين كتير انكروا ديانتهم وعاشوا تحت ديانات النصرانيه او الكاثوليكيه، ولكن ما سلموش برضو منهم، كانوا دايما بحط اهتمام ودايما محط نظر ودايما محط خيانه، ان هم عملاء لدوله تانية، زي عملاء للقاهره او عملاء للمغرب او عملاء لاسطنبول اللي هي كانت ساعتها القسطنطينيه، اللي احنا عملنا حلقه عنها قبل كده. انت اللي حطيت قدام محاكم التفتيش بتدور الامرين، ان انت تفضل تتعذب بوسائل كتيره جدا 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 لحد لما تعترف. زي مثلا الشوكه دي زي ما احنا شايفين بتبقى مدببه من هنا ومن هنا، وانت يا عيني عامل كده، مجرد ان انت تنزل بتتغرس في رقبتك وبتموت. زي الحمار الحديدي، ده بيبقى والعياذ بالله حديد مسنن على شكل مثلث كده، وبيكون الشخص مربوط فوقيه بأتقال من رجله دي ومن رجله دي، وعمال يا عيني بيتجذب لحد لما يتقسم اتنين. في حاجه اسمها المنشار، بيكونوا معلقين ساعتها الضحيه من رجلين اتنين عشان الدم يفضل في دماغه، علشان يفضل حاسس بألم وواعي لكل حاجه بتحصل فيه، ويبداوا والعياذ بالله ينشروه لحد لما يتقسم اتنين في سبيل الاعتراف. اعتراف بايه؟ ما انا معترف برضه مش مشكله. وما رحموش لا كبير ولا صغير ولا امراه ولا حتى طفل. كانت محاكم التفتيش ما بتعتقش حد لمجرد ان مثلا اتعمل فيك مشكله، واحد جارك كان عايز يشتري ارضك وانت ما وافقتش،
واحد كان متضايق من صوت العيال عندك، اي تهمه وخلاص يتبلغ عنك ان الراجل ده انا شاك ان هو مسلم ومخبي، يتجاب تتحط على أي وسيله من وسائل التعذيب، زي مثلا عجله الموت اللي بيتربط فيها جسم الضحيه على عجله كبيره كده، وقدامه عجله تانية مليانه مليانه سجاجيد عماله بتنهش في لحمه لحد لما يتصفى ويموت. في وسيله راقيه جدا للموت زي صندوق الغرق، صندوق حديدي مصمت بيتحط فيه الراجل ويبدا يتنقط عليه نقطه نقطه، هو متكتف يا عيني جواه لحد لما يتملي الصندوق ويموت غرق. ودي كانت وسيله راقيه جدا في الموت، ونقدر نقول انها وسيله خفيفه. لان مثلا في وسيله اسمها كرسي التثبيت، ده بيبقى الكرسي مليان مسامير من كل حته، وبيتحط الضحيه عليه وبيتثبت بتقل عشان تغرز الضحيه المسامير دي كلها في جسمه، ويبدا يتصفى من الدم لحد لما يموت. في والعياذ بالله حاجه اسمها السور الناري. السور الناري ده بيبقى طور حديد مجوف من جوه، بيتحط جواه المسلم او الضحيه اللي عايزين يعذبوها، ويتقفل عليها ويتقاد النار من تحتيه لحد لما الطور نفسه جسمه يحمر، ويبداوا هما مستمتعين بصوت صريخ الراجل لحد لما يتشوي بالحياه جوه. في برضه وسيله الشد اللي هو بيتربط جسم الراجل وهو نايم يعني على الخشب او على اي حاجه من ايديه ومن رجليه، ويبداوا يشدوه لحد لما تتقطع مفاصله من نفسها ويموت. في كسر عظام، بيبقى في كسر الايادي، بيبقى في ديفايس كده او مكنه ضغط على الايد ويبدا الراجل يتعثر عليها بقوه على حسب مزاجه هو لحد لما يتهشم من ايديه او يتهشم دماغ الراجل ويموت. والاف الاف الاف من طرق التعذيب اللي حصلت في محاكم التفتيش اللي راح ضحيتها اكتر من 300 الف مسلم. وبرضه كانت بتستهدف النصارى الغير كاثوليكيه زي الارثوذكس او البروتستانت، وبرضه كانت بتستهدف اليهود. بس اليهود قدروا ان هم ياخدوا حقهم شويه، وقدمت اسبانيا اعتذار رسمي ليهم مؤخرا عن كل اللي حصل ليهم وقدروا ياخدوا تعويضات. لكن اخواتنا المسلمين اللي في الاندلس وماتوا من التعذيب بتاعتهم، حد كلمهم او حد قال لهم انتوا بتعملوا اي حاجه؟ للاسف لا. كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، وأتمنى دايما إن أنا أشوفكم على خير، وبشكركم جدا على التعليقات الجميلة اللي أنا بشوفها في الكومنتات عندكم. وبس كده يا سيدي، أشوفكم دايما على خير. سلام.